خروجه واماكن جديده. تعالوا يلا نخرج النهارده مع بعض، احلى خروجه بسيطه جدا وسريعه جدا. يلا بينا نشوف احنا فين. بصوا بقى، من البدايه كده طلعنا من البيت على طول على الغدا. قلنا نتغدى حاجه شعبيه. الحاجه الشعبيه اللي هنتغداها النهارده هي الكشري. بصوا كده، ده كشري من عند محل اسمه ابو حنفي. حلو جميل مقبول جدا، كمان نضيف جدا. واتغدينا الكشري ده كده شكل الاطباق. تمام. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي مش بحب الصلصه الكتير ولا حتى الدقه الكتير. ممكن كمان الكشري بتاعي يبقى مفهوش اي حاجه خالص. طعمه حلو. طبعا لما طلعت معاكم بث مباشر وريتكم مكان حلو جدا. المكان ده اسمه عين الحياه، ده نادي كبير جدا جدا موجود في الفسطاط جنب المتحف الجديد. ده كده شكله، شايفين كده شكله حلو جدا كبير جدا. عايزه اقول لكم تحفه. رسوم الدخول 30 جنيه للفرد، وكمان الاطفال مجاني، مش بيبقى ليهم اي رسوم خالص. دي كده بحيره، بيبقى فيه كده ترابيزات وقعدات وكافيهات موجوده. الكافيهات اللي موجوده في المكان حلوه جدا، واسعارها عايزه اقول لكم تحفه يا جماعه. طبعا في باركنج للسيارات، وطبعا في قسم خاص للمطاعم والكافيهات بس ورا خالص. تمام. ده كده شكل النادي من اول كده ما تدخلي النادي. ده كده القعدات بقى والكافيهات كلها، وكمان موجود العاب للاطفال، يعني تقدري ان انت تقعدي وكمان اطفالك يبقوا بيلعبوا قدامك. متأمن كويس جدا جدا. كمان في شاشات عرض عشان ممكن تتفرجي على حاجة وانتي قاعدة في الكافيه. تمام. ده كده اول كافيه، في اكتر من كافيه موجود في المكان ده. كده المكان اللي انا عملت منه بث مباشر والناس كلها سألتني عنه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.